الزمالك يفوز على المصري بثلاثية نظيفة في مباراة كان نجمها الأول من وجهة نظري برازيلي واسمر برقصه سامبا. وهو مين؟ هو مين يا جماعة؟ مين؟ اخوان الفينا. بصراحة الزمالك عمل ماتش تكتيكي هايل جدا. الراجل يانيك فيريرا يكاد يكون اتفوق على نبيل الكوكي تفوق رائع. يعني انا كنت بتفرج على الاستوديو التحليلي ولقيت عمرو الدسوقي بيقول ان نبيل الكوكي بيقدرش ان هو يهاجم غير من ناحية العمق فقط. عرفت قد ايه ان يانيك النهارده اتفوق عليه، قفل له العمق وابتدى يلعبوا على المرتده. ومعاه لعيب، بصراحه الزمالك معاه لعيب لازم يحافظ عليه، جوهره اخوانا الفينا. الواد بياخد الكوره يا جماعه بيروح للمدافع، هو اللي بيروح وياخد واحد على واحد. وشفت الجون التاني اخد محمد هاشم ودخل بيه، ولما لقى الكوره هتتكعبل بسن الجزمه تيك ودى عمر جابر هو والجون، قال له حط جون. وقبليها الكرة اللي عدى فيها بكعب دي واتقطعت منه، وبعد كده مجازة من قدام المدافع وشاطها والجون صدها. اخوانا الفينا ده لعيب جامد قوي يا جماعه. يانيك النهارده قدر ان هو يعني يفوز على المصري بنتيجه واداء. الزمالك استحق الفوز، استحق الفوز لانه عمل مباراه كبيره جدا، والمصري برضه عمل مباراه كبيره وضيع فرص كتير، بس الزمالك استغل وقدر يسجل. والزمالك عمل ماتش كبير ويستحق يكسب، يستحق يكسب. تاني نقطه اتكلم عنها التحكيم. محمود ناجي كان سيء جدا يا جماعه. محمود ناجي النهارده كان سيء جدا وقراراته زفت على الفرقتين. بس من وجهه نظري يعني الزمالك عليه ضربه جزاء بتاعه عمر جابر وصلاح محسن. الكوره دي ضربه جزاء، ما فيهاش فصال، ضربه جزاء. وناحيه تانية الزمالك اتحسب عليه فاولات كتير غلط. الراجل حسب على المصري برضه فاولات كتير غلط. كان في التحامات غريبه ما بيحسبهاش. برضه حسب ضربه جزاء للزمالك اللي هي بتاعت عطيه الدباغ، والحكم قال له اوف سايد، وهو باين اللي هي اوف سايد. الراجل صفر ضربه جزاء قبل ما يبص على الحكم الراي اساسا. فلا، رايي محمود ناجي النهارده يعني عمل جريمه انه ما اداش للمصري ضربه جزاء. ضربه جزاء واضحه وصريحه للمصري، ضربه جزاء واضحه وصريحه للمصري، ما بقاش كلام. ضربه الجزاء بتاعت الزمالك صحيحه مليون في الميه، بس هنا في فار يا كابتن محمود وهنا ما فيش فار. فيعني الزمالك بعيد عن اداء الحكم، هو يستحق يفوز، يستحق يفوز، يستحق 3 نقاط، يستحق ال3 نقاط. انما الزمالك استحق انما المصري ما استحقش ضربه جزاء. لا، استحق ضربه جزاء مليون في الميه، تشيليون في الميه يا جماعه. الحكم النهارده اثر على نتيجه المباراه، ولكن الزمالك استحق الكوره باستثناء ضربه الجزاء اللي ما حسبتش المصري. وممكن لو كانت حسبت كان الزمالك كسب، لان الزمالك كان قادر ان هو يكسب برضه. هو نهاية الفيديو، وصلت معايا لنهاية الفيديو. ما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب وشير للقناة بالله عليك يعني. انا صاحبك وحبيبك اشترك. سلام.